الشعر مش بس شعر لو كان مقفى وفصيح، الشعر لو هز قلبك وقلبي شعر بصحيح. هذه الأبيات التي تصدرت مسرحية ياسين وبهية للشاعر الكبير الراحل نجيب سرور. وهذا هو لقاؤنا بكم، وهذا الجزء الثاني من الحديث عن نجيب سرور ومسرحية ياسين وبهية. وأسعد أن يكون معي مستكملا حديثه الذي بدأه في الأسبوع الماضي دكتور خالد البوهي الشاعر والناقد الأدبي. أهلا بحضرتك دكتور خالد. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني نبذة عما دار في الحلقة الماضية حتى نستكمل الحديث ويتواصل عن نجيب سرور ومسرحياته ياسين وبهي. يعني واحنا قلنا طبعا ان برغم ان نجيب سرور هذه المسرحيه في الاساس هي مسرحيه بالفصحى، لكن هي تركيبات بالفصحى لكن في قالب شعبي، بالاضافه كذلك الى انه ادخل العاميه في متداخله مع الفصحى. الجمل الحواريه كانت بالعاميه، مش اي عاميه، لا ده عاميه شعبيه. نعم. في سرور طبعا وظف العامل الشعبي والتراث الشعبي بطريقة يعني وكأنه وهو بالفعل من تراب هذا الوطن. يعني أنا عايز أقول أما في صور كثيرة سرور استعرضها في أما بالحلم المخيف اللي بهية حلمت بيه. مش مجرد حلم عادي، هي بهية بتحكي الحلم لأمها كعادة المصريين في الشعبيين كمان. نعم. واحد حلم خايف منه بيحكيه على طول، البنت تقوم حاكيه لامها. اللي ضاربة الودع الغجرية برضو هي تلجأ لها وتشوف لها البخت وتشوف لها مش عارف ايه وكده. شافت الشال الأحمر، الشال الأحمر ده رمز وقناع وضعه نجيب سرور بطريقة جميلة جدا وتكرر. شافت الشال الأحمر فتشائمت منه. نعم. وأحمر زي الطماطم، شوف حتى التشبيه، الطماطم اللي هي المصرية. نعم. والطماطم هي فصحى وعامية، يعني حتى هي نعم. ما تقدرش الشال الأحمر برضو تكرر في الغجرية، اللون الأحمر المفزع اللي هو انتهى فعلا بموت ياسين في نهاية المسرحية. هذا التطير أو هذا التشاؤم مصري، بتشوف حاجة كده وتتضايق منك وتتشائم منها. مصري شعبي. شعبي نعم. بالظبط كده. الغربان المصري، التراث الشعبي المصري يتشائم من الغراب. يقول لك يعني هما الاثنين الحبيبين في الغيط، وحط يقول حط فوق النخلتين زوج غربان وطبعا راح ينعق، وهنا كشت بهية مثل فرخة، هو ياسين كمش مثل أرنب. نعم. وشوف يشبه ده بالأرنب ودي بالفرخة، ومش ما فيهاش ابتذال، لا ده فيها شعبية، وفعلا تحس انكمشت زي فرخة. نعم. وتتخيل وجسدها لك. نعم. وبرضو التاني زي أرنب، وكل ده ايه؟ من الغراب. الغراب الله، هو ده التراث الشعبي، انت نعم. تتشائم من الغراب. يعني الاسقاطات الشعبية التي حاول اسقاطها نجيب سرور من خلال شخصيتي ياسين وبهي. هو يعني بهية وكأنها هي رمز آخر للوطن. يعني أنا بشوف بهوت اللي هي القرية بتاعته اللي جعلها مسرح الأحداث كانت رمز الوطن، وفي أحايين أخرى بتجد بهية وكأنها هي فعلا رمز الوطن أو رمز الأرض أو رمز الشرف. نعم. ياسين هنا في وسط المسرحية لما تيجي تنظر له بتجد ان هذا يمثل النخب. هو احسن واحد يرفض الظلم، يرفض الاضطهاد، عايز يغير. جه في فترة لقى ان المظالم بتزداد وانه هيفقد اشياء عزيزة عليه، بيصرخ بأعلى صوته وبيفقد يعني حياته في سبيل المبادئ والشرف والقيم. ياسين رمز للمصري المتمسك بالأرض. هكذا أنا أرى ياسين لما تيجي تقرأ المسرحية ككل كعمل كامل، بتجد أن هذا يمثل الدور النخبوي، وبهي رمز الأرض أو رمز الوطن. نعم. دكتور خالد البوهي الشاعر والناقد الأدبي،
بالتأكيد من خلال هذا العمل ياسين وبهية الذي أبدعه الشاعر الراحل نجيب سرور، حاول أن يضع روح البطولة وروح الإصرار وأيضا الكثير من الصفات الإيجابية التي من الممكن المسرحية حينما تقرأ أو تعرض وتشاهد تنقل هذا الإحساس إلى المشاهد أو القارئ. طبعا هو سرور حتى نقل حتى الافكار بتاعته، وده جمال سرور. يعني نجيب سرور كتير اما الناس يعني الخلاف القديم اللي هو الفن من اجل الفن ولا الفن من اجل المجتمع، الفن بتاع قضية ولا لا. وكتير من الادباء بصراحة ممكن يكتب العمل الادبي عشان حدث مهم او عشان ايديولوجيا معينة هو بيعتقدها، فيطلع في الاخر انها خطبة وموعظة، وتطلع في الاخر الفنيات بتاعتها ضعيفة وقليلة. لا، سرور هنا بيحط الافكار بتاعته ولكن بفنية عالية، بحرفية عالية. بيتكلم عن مظالم الاجتماعية، ما جاش بقى نصايح بقى ومواعظ وكلام من ده، لا، ده في اطار فني جميل جدا، وفي اطار يوصل لك قوي قوي قوي، ويحط الافكار بتاعته ولكن في قالب فني. فحتى اذا كنت انت مختلف مع رؤية، يعني هو نجيب سرور اشتراكي، انا بختلف مع الرؤية الاشتراكية، ولكن كعمل فني لا، بيصلني كويس قوي، ومبدأ العدالة الاجتماعية بيوصلني قوي وبقتنع بيه. واي انسان لا يستطيع الا يقر هذا المبدأ. العدالة الاجتماعية مقبولة في عند كل الناس، ولكن سرور بينظر له بطريقة يعني اشتراكية، لكن ما تحسش انه ادلج الموضوع، لا، بتحس انها بتوصلك كويس قوي، وبتحس انه مش مجرد مواعظ بقى ومجرد خطب، لا. يعني هو سرور مثقف وفنان في نفس الوقت. ما ينفعش المثقف يعني يكتب الفن بدون ما يكون فنان. نعم. يعني الأماكن التي توقف عندها الشاعر والناقد الأدبي خالد البوهي في مسرحية ياسين وبهية لنجيب سرور. انا طبعا يعني المسرحيه تيجي تقراها تلاقي فعلا التراث الشعبي موجود، تلاقي هذه هي مصر، تلاقي الاولياء مثلا، الاعتقاد في الاولياء والنذر الاولياء اللي موجود في التراث الشعبي. في نعم. التراث الشعبي. نعم. موجود. يقول لك: نادت الام جميع الاولياء، نذرت زيتا وحصرا وشموع لجميع الأضرحة. أما يجي يتكلم على في الإرث الشعبي التوجس من رؤية الأموات. نعم. موجودة. تشوف حد ميت في حلم، يا في التراث الشعبي موجودة. نعم. جيت يا أخويا رحمتك يا رب بينا، نقل إلى العامية. بالظبط. ده نعم. جماله، ده جماله. نعم. برضو كان في فترة الرضا بالمقسوم، ولكن بطريقة جبرية شوية، يعني موجودة في الإرث الشعبي نتيجة المظالم فترات طويلة من أيام المماليك. فتبص يقول: نعمل إيه؟ لينا رب ونعمة بيه. في إطار آخر يقول: بكرة ربك ينتقم. ولكن هو بيأخذ هذا الإرث ويحاول يشوف الإيجابيات اللي فيه يظهرها، ويحاول يشوف السلبيات اللي فيه لا يخلي ياسين لا، هو ليس عنده هذا النوع من الرضا، وليس تيسا من التيوس زي ما قال بعد كده في احد النصوص. لا، هو شخص مختلف، وهو عايز يرى النخب هكذا تكون. نعم. فهو يعني برضو يعني احنا نجيب سرور فنان شامل، فنان شعبي متكامل. هذه الشعبية من الصعب جدا انها تدخل في عمل بالفصحى، صعب جدا. نعم. رغم السهولة اللي قد تظهر للمتلقي، انما لا، من الصعوبة جدا. ممكن الشعبيات تدخل في العمل العامي، انما عمل بالفصحى وتخلي المفردات الفصيحة تخليها تتعانق مع العامية، شيء صعب جدا. نعم. اما يجي يقول: عندما يجلس للشاي الكبار للسمر والتماسي بالحجر، يا مساء العندليب والنجف. لا، انا عايزك معلش يا استاذ احمد وحضرتك شاعر، التماسي بالحجر. نعم. حجر الجوزة. نعم. التماسي بالحجر ومساء العندليب. شوف التعبيرات جميلة فصيحة، جدا لا، وبالفصحى ولكنها شعبية. نعم. ولكنها شعبية.
هو ده جمال هذه المسرحيه، وهو ده جمال نجيب سرور. وهو ده نهاية هذه الحلقة من حلقات شعبيات عربية، والتي عشنا فيها استكمالا للحلقة الماضية عن مسرحية ياسين وبهية بصفة خاصة، وشعر نجيب سرور بصفة عامة. وأسعدنا وجود الشاعر والناقد الأدبي دكتور خالد البوهي. بنشكر حضرتك، ونتمنى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله، نغوص فيها في شعبيات شعرائنا وأدبائنا، وتمتعنا بالنقد والتحليل لهذه الأعمال. شكرا ربنا لحضرتك. يخليك. شكرا.